السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهة. اليوم جبت لكم وصفة الحمصي. عملتها على المباشر، عملتها يعني شحال من خطرة. الطريقة السردين اللي يعيطوا الحمصي في تركيا، الطريقة التركية. والله وصفة يعني تختلف تماما على السردين تاعنا. احنا السردين تاعنا نديروه مقلي، نديروه بالدرسة، بالثوم والكمون، نديروه في الكوشة، نديروه سكابيج، نديروه. مي هذا يعني فريمون سهله الوصفه. ميم ساندويتش يديروه فريمون يجي بزاف بنين. هنا السردين تاعنا بعد ما غسلناه بطبيعه الحال نحطوه يقطر، نديروا له الملح، شويه فلفل الكحل. هنا عندي لا فارين دو مايس، ماشي المايزينا اللي تجي صفرا، راهي متوفره في بلادنا. نرغمدو هذاك السردين كامل في لا فارين دو مايس. اللي ما عندهاش لا فارين دو مايس دير دقيق متوسط ولا دقيق تاع العجين، ما كاين حتى مشكل، خير من الفارينه. ونحطو السردين بهذه الطريقه هذه، وحده لاصقه في وحده، ونديرو ان فيلي دويل، نحطوهم فوق النار، نحكمو مقله واحده اخرى ولا تبسي ولا، ونزيدو نطيبوها الجهه الاخرى. هنايا في الساندويتش عملت ورقه تاع الشلاضه، هكذا مشيطات تاع السردين، لازم يكون سردين صغيور، البصل، درت فلفل مرقد، عصير قارص، دي كورنيشون، وشهية طيبة. شوفوا السردين تاعنا كيفاش يجي محمر، يجي ما فيهش الزيت، يجي ناشف ويجي بنين صدقوني. وهنا في تركيا السردين يقدموه مع المخلل التركي اللي هو ترشو. هنايا ماليش عندي حاجه كبيره، ما عندي لي كورنيشون، عندي فلفل مرقد، البصل بطبيعه الحال، القارص، وهذا يعيطوا له تيري. سي دي فوي يجوا شويه حارين بزاف، فيهم لي فيتامين، وريقات هكذا يشبهوا تاع السلق، وهما بيان سور ماشي سلق. فوالا يجوا حريورين وشويه قويرصين. هنا الساندويتش تاعنا، لو كانت عندي زروديه نزيد زروديه غابي. تاني داخل الساندويتش نقدروا نديروا مخلل، لو شو روج، تاني مخلل، تاني يجي ما شاء الله. شوفوا داك الساندويتش حالي شهي. ما بقى لي غير نقول لكم شهيه طيبه. اللهم انا تولو نقولوا شروع السلام.